اوعاك تزعل، اوعاك تعيط. انا زعلت وعيطت بعد الاداء المشرف الرجولي، اللاعيبه الدكوره، المدرب العالمي، المدرب نزل قاري اللعيب، قاري الفرقه اللي قدامه تكتيكيا صح، وافضل من سكالوني مليون مره. بجد عملتوا اللي عليكم، اوعى تزعلوا، اوعى تزعلوا. انتوا شرفتوا مصر وشرفتوا العالم العربي. انتوا شوفوا كميه الناس اللي كانت بتشجعوكوا حرفيا. لولا فئه اقليه دولت، حرفيا الله اقدر اقول عليهم ما يتقلعوش من الرجل. دولت فئه ما ينفعش يتقلعوا من الرجل. بيشجعوا الارجنتين وميسي. يا عم انا معاك، انا واحد بحب ميسي، انا اتفق معاك، بس مش على حساب بلدك. انت كده عقليتك صغيره، بتثبت لي ان انت دماغك صغيره تروح تشجع واحد على بلدك. انت كده لا تفقه شيء، انت كده عبيط، بني ادم عبيط، فاهم؟ بني ادم عبيط، دماغك دماغ كلب. يعني انا مش عايز اطول لساني اكتر. رايحين يشجعوا ميسي على حساب المنتخب. دي دماغهم تعبانه، دي دماغهم تعبانه، ما بيفكروش مع فئه. لا ما تقلعش من رجله حرفيا. بس ما علينا، ربنا يكون في عونكم. انتوا دماغكم سواحاكم، ملناش دعوه. بس وارجع اقولها تاني، شكرا للمنتخب ده من اول مصطفى شوبير لغايه المهدي سليمان اللي محدش فيهم لعب، وفي اللعيبه اللي ما لعبتش. شكرا ليكم بجد، برضه انتوا كنتوا متواجدين وهتروح للمنتخب. شكرا تاني والتالت والرابع لحسام حسن اللي اثبت ان احنا ممكن نقدر بعد كده نعمل حاجه في البطولات اللي جايه، سواء افريقيا سواء كاس عالم تاني. واقولها لك تاني وتالت ورابع عادي، ان احنا بعد كده نوصل 16، بعد كده ما نوصلش لدور ربع النهائي. حسام حسن مهد لك الطريق، وانت تقدر واحنا نقدر. شكرا تاني للاعيبه الرجاله.